يا مساء الورد والفل والياسمين على أحلى عيلة. وحشتوني جدا 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 من حلقة امبارح، وجايه لكم النهاردة بالحلقة الجديدة. بس يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بسرعة نترفع 10 درجات في الجنة ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا على الحلقة بسرعة. كانت على وشك إنها تنام بعد ما بهدلت نفسها تفكير وحاولت تفضي دماغها من كل فكرة سودة ووسواس بيهددها. وفجأة فادي دخل وبوظ كل حاجة. سمر قالها فادي بنبرة نص نص وهو داخل الأوضة من غير ما يخبط. انتي نمتي يا حبيبتي؟ لا يا حبيبي لسه. ايه كنت عايز حاجة؟ فادي وهو بيقرب منها. لا يا حبيبتي سلامتك، مش عايز حاجة، أنا بس يعني كنت جاي أرجعلك الموبايل، خلاص اتكلمت المكالمة. واداها التليفون وكمل بابتسامة. شكرا. العفو يا فادي. كنت بتكلم مين بقى؟ الحاج عبد الموجود؟ لا كنت بكلم مديرك عثمان بيه. سمر جسمها أشعر ووشها بيض من الصدمة. ايه؟ قالتها بسهول وبعدها صرخت فيه بغضب. ليه كلمته؟ فتتوتر وقال كلمته عشان اخد لك اجازة يعني يومين من الشغل، لقيتك ما كلمتهوش انتي فقلت اكلمه انا عشان ما يفهمش غيابك غلط. زمت شفايفها وكشرت بضيق جامد. فادي وهو بيبص لها بنظرة كلها شك. في ايه يا سمر؟ مالك اتعصبتي كده ليه لما عرفت اني كلمته؟ لا ما اتعصبتش ولا حاجة، بس ما كانش في لازمة يعني تكلمه في وقت زي ده وتزعجه. انا كنت هكلمه بكرة الصبح. بصراحة الراجل كان محترم جدا وما قالش حاجة، بالعكس قال سلامتها وتبقى تيجي براحتها ما فيش مشكلة. طيب كتر خيره. ايه طيب كتر خيره دي؟ يعني عايزني اقول ايه؟ بكرة الصبح هكلمه اشكره بنفسي. فادي بصلها بنظرات كلها حيرة وسألها بإلحاح. سمر مالك؟ في حاجة حصلت؟ قلت لك مفيش حاجة يا فادي، أنا بس تعبانة ومش مستحملة الرغي ده وعايزة أنام. طيب خلاص أنا خارج أهو، تصبح على خير يا حبيبتي. وأنت من أهله. فادي اتنهد وهو بيهز راسه بعدم راحة، لكن في الآخر سابها وخرج. والنوم طار من عينيها فورا وفضلت صاحية تفكر في الموقف البايخ اللي أخوها حطها فيه من غير ما يقصد. هيفكر إزاي دلوقتي؟ هيشوف ده موافقة مني؟ هيفهم اللي حصل ده كأنه ضوء أخضر وخلاص وافقت على عرضه؟ يفهم اللي يفهمه الحيوان ده، أنا مش هوريله وشه تاني، يروح في 60 داهية. فدي كان عنده حق. وهنا دخلت سمر في حرب مع نفسها بتقول طب ومشاكلك؟ ده هو الوحيد اللي في إيده الحل لكل مشاكلك اللي انت فيها. سمر بغضب يغور في داهية هو وحلوله، أنا مش ممكن أرجع له أبدا، ده مش بني آدم. ونفسها قالت انت مش كنتي بتشكري فيه وكمان كنتي بتدافع عنه؟ آه ده كان قبل ما يظهر على حقيقته، وبعدين أنا اللي كنت غبية صدقت إنه كان بيعمل معايا كل ده لوجه الله. لكن فادي كان صح لما كان بيقولي مش مرتاح له وهو أصلا عمره ما شافه. كل ده ما يغيرش إنك محتاجاله يا سمر. لا مش محتاجاله، ده آخر إنسان في الدنيا ممكن أحتاج له. متأكدة؟ طبعا. طب بالنسبة لملك هتقدري توفري لها مصاريف المستشفى والعلاج يا سمر؟ معاكي المبلغ الضخم ده عشان تقدري تعالجي أختك بيه؟ سمر اتفزعت من الفكرة دي. هو ممكن يبطل يدفع المصاريف؟ أكيد، انت لسه قايلها بلسانك. هو ما كانش بيعمل معاكي كده لوجه الله. المقابل الحقيقي لكل اللي بيعمله ده هو انت يا سمر. بس أنا مش ممكن أوافق على كده، مش ممكن أوافق على اللي عايزه ده. أبيع له نفسي؟ لا مستحيل. يبقى حياة أختك هتكون التمن. عند عثمان خرج بوش متضايق من البلكونة اللي متوصلة بأوضة مراد، قفل شوية حاجات بسرعة على التليفون ورجعه في جيبه تاني. وأول ما دخل مراد سأله على طول بفضول ايه يا عم، ايه اللي حصل؟ كانت عايزة منك ايه؟ أخد نفس طويل ورد ببرود ولا حاجة، كانتش عايزة حاجة. نعم يا أخويا، ما كانتش عايزة حاجة ازاي؟ امال كلمتك ليه؟ مالكش دعوة يا مراد. بقى كده انت ليك نتيجة الرهان اللي بينا، لو حصل تبقى كسبت، لو ما حصلش مفتاح العربية جاهز. ماشي يا عثمان،
وعلى رأي المثل خلينا ورا الكداب. طب يلا يا اخويا، يلا عشان ننزل نتعشى تحت. في بيت المعلم رجب الجزار كان قاعد خميس في الصالون الذهبي بقاله ساعة بيحاول يقنعه باللي عايزه. يابا عشان خاطري. انا قلت لا يعني لا يابا، صدقني المرة دي مش هيرفضوا، طوعني بس المرة دي. وانت اللي مخليك واثق قوي كده؟ بعد ما ست الحسن رفضتك من اول مرة هتيجي توافق عليك في التانية؟ انت اهبل يا واد. انا مش حكيت لك على اللي حصل النهاردة؟ ويعني عشان حضرتك عملت لي فيها فريد شوقي وجريت على السنيورة وشلتها لحد البيت كده اعلان خطوبة ولا ايه؟ لا ما قلتش كده يابا، بس هي واخواتها كل يوم حالهم بيتدهور اكتر، واللي حصل لها النهارده علامة انهم خلاص يعني وصلوا للاخر. بس انا بقى مش موافقة، قالتها ست في نص عمرها كانت جاية لما سمعت الحوار اللي من وجهة نظرها ملوش لازمة. ومش موافقة ليه ياما انت كمان؟ دي واحدة طمعانة فيك وفي فلوس ابوك يا حبيبي، وانا لو السما وقعت على الارض مش هوافق تدخل عيلتنا. هي مين دي اللي طمعانة فيا وفي فلوس ابويا؟ شايفاها رامية نفسها عليا يعني؟ والمرسى ابو العباس ما هتتجوزها يا خميس، وحياة ابوك اللي قاعد ده يا انا يا الجوازة دي. خلاص بقى يا ولية، انت بتتحشري ليه اساسا؟ انا بتكلم مع الواد، مالكيش دعوة بالمواضيع دي. ماليش دعوة ازاي؟ هو مش ابن انا كمان؟ لما اكون انا بتكلم انت تسكتي خالص. حاضر يا اخويا، اهو اتخرست خالص اهو. شوف يا ابني، انا مش موافق على البت دي، سيبك منها، وانا اوعدك اجوزك احلى واحدة في اسكندرية كلها. انا مش عايز احلى بنت في اسكندرية كلها، انا عايز سمر يابا، انا بحبها. بتحبها ايه وزفت ايه يا عبيط انت؟ افهم بقى وخلي عندك كرامة، البت مش عايزاك، يعني مش هتروح تخطبها لي يابا؟ لا. خميس قام من مكانه بعنف ولف وخرج من البيت كله وهو مولع من الغضب والعصبية. في قصر قلب حيري جوه اوضه السفرة دخل عثمان ومراد، وبعد السلامات السريعة سحب مراد كرسي ليه وقعد جنب هالة. أما عثمان فمشي ناحية أمه اللي كانت متزوقة ولابسة على آخرها، مسك إيديها الناعمة بحنية وانحنى يبوسها بأدب جامد. فريال ابتسمت بحب وبدأت تمسح على شعره بحنان. مساء الجمال يا فريال هانم، أنا كنت نازل كده حاسس إني ميت من الجوع، شفتك بس حسيت إني واكل وشارب وشبعان على الآخر، ما بقتش محتاج حاجة من الدنيا خلاص. منك ومن كلامك اللي ما بيخلصش، بس بموت فيك برضه، أعمل إيه؟ وقربت وشه منها وبسته على خده. وأنا ورطاس لب بعد وسطكم ولا إيه؟ قالها يحيى وهو متغاص. ده أنت حبيبي الأول والأخير، بس ده ما يمنعش يعني إن عثمان حاجة تانية بالنسبة لي. ربنا يخليهولك. أمين يا رب. عثمان سأل لما لمح كرسي صفية فاضي. هي فين صافي يا ماما؟ بقالي كام يوم ما شفتهاش. صافي فوق في أوضتها، مش راضية تنزل تتعشى معانا. ليه؟ مش عارفة، لو قادر تطلع هاتها انت، كلنا هنا غلبنا معاها. عثمان هز راسه وطلع على أوضة أخته، وفي الوقت ده يحيى قال: وانت عامل ايه يا مراد؟ الحمد لله يا عمي كويس. وابوك اخباره ايه؟ مش ناوي ينزل هو كمان؟ لا، هو وماما مبسوطين قوي هناك، انا اللي زهقت وقررت ارجع، وهم ما اعترضوش، سابوني على راحتي. في أوضة صفية عثمان خبط على الباب ودخلها قاعدة على السرير قدام التلفزيون وكانت سرحة. ممكن أدخل؟ أنت دخلت خلاص. ضحك بخفة وقرب منها وهو بيقول: أنا قلت يعني عدى أبص عليكي، بقالي يومين ما شفتكيش. ده على أساس يعني أنا حد بيشوفك أنت؟ ما أنت مختفي على طول. قعد جنبها وسألها بجدية: مالك يا صافي؟ شكلك كده ليه؟ شكلي إيه مش فاهمة؟ يعني خاسة وقاعدة في أوضتك دايما. أنا كويسة يا عثمان، ما تقلقش عليا، بس حابة أقعد مع نفسي شوية. قصدك حابسة نفسك؟ بتعملي كده ليه؟ في حاجة؟ احكي لي يا صافي، لو عندك أي حاجة مهما كانت هحلها لك. صدقني يا عثمان مفيش حاجة، أنا وصالح زعلانين شوية، بس أكيد هنتصالح بسرعة. طب ممكن أعرف زعلانين ليه؟ هو متضايق من حالته وبقى عصبي، بس أنا مقدرة اللي هو فيه، عشان كده سايباه براحته لحد ما يتكلم لوحده. عثمان قام من مكانه وقال: طيب يا ستي،
سيبك من كل ده دلوقتي ويلا معايا تحت تتعشي معانا. لا يا عثمان، بجد مش في المود خالص. هو ايه اللي مش في المود؟ انا بقولك تعالى فسحك. يلا يا بنت، ما بحبش الرغي الكتير. وشدها من ايديها وخلاها تقوم بسهولة. يا عثمان، قالتها بضيق اكتر في قلب صرامة وهو بيشدها ورا منه. يلا، انا راجل شقيان وجعان يا حبيبتي، ومش فاضي خالص لدلع البنات ده. في صباح يوم جديد سمر قامت من النوم بدري وراحت على أوضة فادي. عنده امتحان النهاردة ومش عايزاه يتأخر. وأول ما دخلت ما لقيتهوش، شكله صحي لوحده لأول مرة وراح الجامعة. سمر اتنهدت تنهيدة طويلة ولفت عشان ترجع أوضتها، لكن فجأة سمعت جرس الباب كان بيرن ورا بعض. أكيد فادي نسي حاجة، قالتها لنفسها وراحت تفتح الباب. بس اللي شافته واقف قدامها ما كانش يخطر على بالها بأي شكل. بصت له بصدمة ووقفت متجمدة، لا قادرة تتكلم ولا حتى تتحرك، وهو كان بيبصلها بنظرات باردة فيها خبث وعينه بتلمع بنور شيطاني. لحسن حظها إنها كانت لابسة الحجاب على راسها احتياطا يعني لأي حاجة، بس لقت نفسها بتخبط الباب بعنف في وشه وبتسند ظهرها عليه وهي بتنهج بشدة. اللي جابه هنا الحيوان ده، قالتها لنفسها وجسمها بيرتعش بقوة، وكملت بحيرة. عايز ايه؟ طب افتح له ولا لأ؟ خدت نفس عميق وخرجته ببطء وشجعت نفسها واستعدت تواجهه وهي بتقول بيأس وقوة. ما تخافيش يا سمر، انت في بيتك وسط جيرانك، مش هيقدر يعمل حاجة. شوفي جاي ليه وخليكي شجاعة، اوعي تباني ضعيفة قدامه. وبعد كده لفت ومدت ايديها وفتحت الباب. عثمان كان لسه واقف مكانه، ما اتحركش ولا حتى خطوة، وحتى ابتسامته المستفزة ما سابتش وشه. بصلها بنظرة غريبة وهو بيقول بنعومة: ايه يا سمر، ينفع تقفلي كده في وش الباب؟ ده نضيفك برضه. هفندم يا عثمان بيه، خير؟ ايه سبب الزيارة المفاجأة دي؟ طب مش تقولي لي يعني هتفضل الأول، ولا انتوا هنا متعودين تكلموا الضيوف على الباب؟ سمر اتنهدت وهي زهقانة، بس ما كانش قدامها حل تاني. بعدت شوية وفتحت له الطريق، فدخل هو بخطوات كلها غرور وتفاخر. عدى المدخل الصغير وهو بيبص حوالين الشقة بنظرات باردة. كانت بسيطة جدا ونظيفة ومترتبة، بس من وجهة نظره هي كانت تافهة جدا وشبه جحر الفيران. بس غير كل ده أي بيت عادي بالنسبة له، ولا حاجة جنب قصر آل بحيري اللي اتربى فيه لحد ما بقى في التلاتينيات. بيتك حلو أوي يا سمر، قالها عثمان وهو بيجاملها مجاملة بايخة. فردت سمر اللي كانت واقفة جنب باب الشقة اللي لسه مفتوح: شكرا، ده من ذوقك. لف ناحيتها وهو بيقول بدهشة: انت واقفة كده ليه؟ ما تقفلي الباب ده وتعالى عشان نتكلم. أنا كده كويسة، وحضرتك تقدر تقولي اللي انت عايزه عادي، أنا سامعاك. بصلها بنص ابتسامة: سمر ما تخافيش، أنا مش هاكلك، أنا جاي أتكلم معاكي وبس. سمر وهي بتبصله بجرأة مصطنعة: أنا مش خايفة. طب اثبتي، تعالي نقعد لو سمحتي، أنا مش هطول عليكي، هقولك اللي عندي وامشي على طول. وقال هو بيحاول يسحب الباب من إيديها: بعد إذنك. بصت له بتردد شوية وبعدين اتنهدت وسابت إيديها. قفل الباب بالراحة ولف وشه ليها وسألها: هنقعد فين؟ اتفضل، قالتها بصوت واطي وهي بتشاور على الصالة الصغيرة اللي فيها عفش قديم. قعدوا قدام بعض بس كانوا بعيد عن بعض، كان بينهم ترابيزة في النص. اتفضل أنا سامعاك، قالتها سمر بسرعة وهي بتتجنب إنها تبصله عشان تحافظ على الثقة اللي بتحاول تبنيها جواها عشان تحمي نفسها من عيون اللي بتخترقها. أولا أنا آسف إني جيت من غير ميعاد، بس لما أخوكي كلمني وقال إنك تعبانة صممت إني أجي أطمن عليكي بنفسي. سمر بسخرية: كتر خير حضرتك. عثمان حاول يتحمل طريقتها الناشفة وقال بخبث مهذب: ولو إني مش فاهم يعني أنت تعبتي فجأة ليه؟ كلامنا المرة اللي فاتت ما كانش جامد قوي يعني عشان تتعبي كده على طول. ساعتها بصيت له سمر وقالت بغضب: عثمان بيه، يا ريت من فضلك تقولي اللي جيت علشانه وتتفضل تمشي بسرعة، أنا مش هقدر استقبلك كتير وأخويا مش موجود.
طيب يا سمر، ندخل في الموضوع على طول. بص لها بتركيز وقال: أنا جيت لحد عندك المرة دي عشان أجدد عرضي. مش عايزك تردي من غير ما تفكري. فكري كويس قبل ما تقولي أو لأ، وكمل بجدية. قرارك مش متعلق بيكي لوحدك، إخواتك شركة معاكي. يعني لو وافقتي هتحلي مشاكلك ومشاكلهم، مش هتلاقي نفسك محتاجة حاجة. أنا هتكفل بيكي وبيهم. هزت راسها وهي بتبصله بعدم تصديق، وقالت بانفعال بعد ما خرجت عن شعورها: انت مجنون صح؟ اي شرع او اي قانون بيقول كده، قانونك انت؟ ازاي متخيل اني ممكن اقبل بحاجة زي دي؟ اللي يسمعك بتقول كده يفتكر ان نواياك شريفة وانك مش عايزني في الحرام. جايز انك متعود على الحاجات دي والشرف مش بيفرق معاك، بس احب اعرفك ان شرفي غالي عليا قوي، ومش ممكن افرط فيه عشان واحد انتهازي واستغلالي زيك. انا انتهازي واستغلالي؟ طبعا. امال تسمي تصرفاتك بايه؟ انت شفت وضع الصعب وقد ايه كنت محتاجه للفلوس عشان اختي، مش عشاني، عشان اعالجها وما سيبهاش تموت. بس انت استغلت النقط دي وقلت تضغط عليا في الوقت المناسب. كنت فاكراك انسان كويس وكنت بشكر فيك وبدعيلك. حسستني ان الدنيا لسه بخير، لكن طلعت عكس ما توقعت. وريتني ابشع صورة ليك وهي صورتك الحقيقية. خلتني اصدق كلام الناس ان مفيش حد بيساعد حد دلوقتي لوجه الله. بصلها ببرود من غير ما يتأثر بكلامها، وبعدين مسك شعره واتنهد وقال: بص يا سمر، سيبك بقى من الكلام اللي قلتيه دلوقتي وركزي معايا احسن لك. انا ما بتأثرش بالكلام ده، وانا ما طلبتش منك تتأثر. طب اهدي شوية واسمعيني. خلينا احطها لك على شكل صفقة. طبعا مفيش شك انها صفقة كبيرة، وانت عارفة كده كويس، وعارفة كمان انك اكتر طرف هيستفاد منها، بصرف النظر يعني ان ممكن ارتبط بمليون واحدة زيك. بس انا عايزك انتي، حتى لو انتي مش حاسة بأي انجذاب ناحيتي، شوفي الوضع زي ما انا شايفه على طريقة البيزنس مثلا. والمبلغ اللي انتي محتاجاه مش قليل، وانا محتاج العلاقة دي في حياتي. انا لسه خارج من علاقة فاشلة وعايز حد يساعدني اتخطى خيبة الامل دي. ما لقيتش غيرك قدامي. انتي انسب واحدة يا سمر. انسب واحدة من غير جواز؟ انت بتحاول تقنعني بايه؟ المسألة واضحة جدا. انت عايزني عشيقة، عايز تتمتع في الحرام وفترة وهترميني في الزبالة زي اي واحدة رخيصة من اللي بيقفوا في الشوارع اخر الليل. انصحك بقى تروح تدور على واحدة من دول، على الاقل دول فنانين في مجاملاتهم وهيعرفوا يتعاملوا معاك كويس وينسوك خيبة الامل. انا مش هنفع للمهمة دي يا عثمان بيه. غمض عينه بشدة بيعبر عن ضيقه، لكنه رجع يبص لها تاني وقال بصبر: انا عايزك انت يا سمر، انت مش حد غيرك. وصدقني لو وافقتي حياتك هتتغير للأحسن. اي حاجة كنت بتحلمي بيها انا هعملها لك، واختك مصاريف علاجها وكل احتياجاتها عليا. حتى لو في يوم سيبنا بعض زي ما بتقولي يعني، انا هضمن لكم مستقبل كويس، ومش هتضطري انك تشتغلي تاني ابدا. هتعيشي مرتاحة طول عمرك، انا بوعدك. قعدت سمر ساكتة وهي مركزة جدا في كلامه، وما خدتش بالها انه قام فجأة من مكانه. كان عامل زي المنوم المغناطيسي، مش علشان صوته، لا، عشان الكلام اللي قاله رجع قدام عينيها صور لحياتها لو وافقت على عرضه. وشيطانها ما كانش سايبها، كان بيزن على ودانها بكلامه المغري وبيرجع لها كل جملة قالها بإلحاح. قلت يا سمر، قالها بصوت ناعم. فرجعت سمر لأرض الواقع وبصت له بجمود. شدها عثمان عشان تقف على رجليها وهو بيكمل: عمرك ما هتندمي صدقيني. ما قامتش، كان لصوته تأثير عليها زي السحر. مخها شغال يفكر في المستقبل المريح اللي رسمه قدامها. بدأ اليأس يسيطر عليها وتفكر لو اتكلمت دلوقتي هتقول موافقة، لكن في حاجة جواها كانت رافضة تضعف ومسكها بقوة. عثمان حط ايده حواليها بلطف وجذبها ليه، وهي ما حاولتش انها تبعد. كانت عينيها مركزة في عينه وكأنها مش في وعيها. لما حضنها بإيده كأنه كان بيحميها وبيديها أمان، وبيخرجها من فقر خانق لعالم مليان راحة
وحاجات حلوة نفسها فيها. لمدة دقيقة وقفوا هما الاتنين قصاد بعض، الغني الماكر والبنت الضعيفة، عينهم في عينين بعض، أجسامهم لازقة ببعض. عثمان شدها أكتر، وفي اللحظة دي اتكسرت التعويذة، والصور اللي كانت مخليها مش قادرة تقاومه راحت فجأة، واتصدمت من اللي بيحصل. بدأت تتحرك بعصبية عشان تبعد عنه، بس زي المرة اللي فاتت محاولش يغصبها، سابها بسهولة. وقعت على الكرسي منهارة ووشها شاحب وجسمها بيرتعش. بصت له بعينين مليانين خوف وكره. هو وقف قدامها وعلى وشه ابتسامة انتصار هادية. مستحيل، مش هبيع نفسي أبدا، حتى لو كان المقابل كنوز الدنيا كلها. عثمان اتجاهل كلامها وبص في ساعته وقال: أنا اتأخرت جامد على الشغل، الساعة بقت 9، وانت عارفة إني ببقى هناك 8 أو يمكن أقل. هستناكي بكرة، ما تتأخريش. صرخت في وشه: مش هاجي. هتيجي يا سمر، بكرة هتيجي برجليكي، وهتبقى موافقة على اتفاق من غير ما اضغط عليكي خالص. أصلا أنا ما بحبش الغصب، بالعكس ده أنا طيب قوي وحنين خالص. بصت له بعين كلها حقد وعدوان، وهو رماها بابتسامة أخيرة ولف ومشي في هدوء، بس ساب ريحة برفانه مالية المكان. فضلت تدخل مناخيرها وصدرها لدرجة إنها حست إنها بتتخنق. قامت بسرعة من مكانها وجرت على الشباك، فتحته عشان تاخد نفسها من الهواء النظيف، وشافته بيركب عربيته وبيمشي بيها شوية بشوية لحد ما اختفى عن عينيها تماما. ونكمل بكرة.